معكم مستمعينا الكرام، ودائما في برنامجكم المريخ الرياضي، ومع المحلل اللي معنا في البلاطو السي عبد الحق السوادي، السي فتح العلوي، السي فؤاد مسكوت، وكذلك الضيف ديالنا اللي معنا خلال حلقه اليوم الناطق الرسمي لفريق الوداد الرياضي سي محمد طلال. سي محمد، بعد ما تكلمنا على مكونه ووضح لنا الامور بخصوص مكونه، ندوز نتكلم معك على الميركاتو. يعني بزاف ديال الناس المنخرطين ولا كذلك الجمهور كانوا عبروا عن عدم الرضا ديالهم طريقه التدبير ديال الميركاتو المرحله اللي فاتت بخصوص المرحله الجايه. سمعنا بزاف الهضره بانه البارح اللاعبين اللي غادي يغادروا سمعنا انهم ما غاديش يكلفوا الفريق، والانتدابات الجايه كيفاش تدبر. لا بغينا تعطينا الخلاصه ديال الحديث اللي جا والنقاش اللي جا على الميركاتو، سواء تدبير المرحله الماضيه ولا المرحله اللي جايه الميركاتو الشتوي. وفي نفس الاطار واش غتكون اون سيل التكنيك؟ تماما سي فتح، نفعتيني في حق في هذا التدخل ديالك. غادي بحق الانتدابات كيف ما قلت، غادي يكونوا انتدابات وغيكون لائحه المغادرين. هذه الانتدابات ولائحه المغادرين اللي غيسهر عليها الى جانب المكتب المسير هو واحد اللجنه تقنيه اللي تحدثت البارح واعلن عليها السيد الرئيس والمكتب ديالو، واللي غيكون على راسها السي حسن بن عبيشه، وغيكونوا فيها لاعبين اخرين من قدماء لاعبي الوداد اللي حتى شي انتداب ما غادي يدوز او لا مغادره دون التاشير عليها من طرف هذه اللجنه التقنيه اللي غتكون عندنا فيها، وعندنا فيها الثقه الكامله نظرا للتاريخ ديال هاد الناس هادو، ونظرا الفهم ديالهم للكره والطريقه باش كتلعب بها الوداد، وشنو خاص الوداد في الوضعيه الراهنه. دونك هذا مستجد جديد ان تحدثت واحد اللجنه التقنيه اللي غتسهر على هذه المسائل كلها باذن الله تعالى. تدبير طريقه الخروج ديال اللاعبين اللي كاينين واللي ما قنعوش اللي ممكن انه تفسخ العقود ديالهم. والتدبير دائما خصو يراعي مصلحه الوداد، ماشي غادي تردي العقد مع لاعب ويخلي موراه غادي نقول بين قوسين الغرق لاداره الوداد على المستوى المادي. خصنا نشوفوا اوفير ميزور مع سميتو، كيف ما هاد الناس هادو جاو النهار الاول وكانت الوداد عندها زعما عندهم مصلحه في انها الوداد عندها مصلحه فيهم بانهم يجيو ويعزلوا الفريق الوداد. ولكن كيف ما كنقول لك انا، المسائل الاداريه يجب احترام الاختصاص. مني مثلا المدرب غيدير لائحه المغادرين وانت ديجا تمسكتي بالخدمات ديالو، دونك خصك ترضخ المتطلبات ديالو، ولكن بتاشير من اللجنه التقنيه، ويكون داك الشيء عمل جماعي اللي في اطار عائلي، اللي يكون المبتغى ديالو والهدف ديالو هو مصلحه الوداد الحاليه. اذا التدبير الى المدرب دار واحد اللائحه ديال المغادرين يجب احترامها، وانت كتقول لي بغيتك تبقى معايا باش نكملوا المشروع ديالنا. دونك خاص هذاك الشيء اللي دار لك في المغادرين خاص ترضخ ليه بغض النظر عن اشنو غادي يخص، ولكن اشنو غادي يبقى من وراء هذا القرار هذا وهذه المغادره. كيف ما قلت اوفير ميزير مع مصلحه الوداد ومراعاه مصلحه الوداد على المستوى المادي. واكيد في هذه النقطه نستحضروا الصفقه ديال نيونغ، لان كلشي كان كيتكلم على انها صفقه بقيمه ماليه كبيره، وبزاف بقاو كيسولوا على الخروج ديالو، واش تم يعني الانفصال عليه بالتراضي، واش ما غاديش نتفاجئوا من القدام شي ملف كبير ديال نيونغ. سي عزيز، انا كيف ما كتعرف انا التحقت حديثا بالوداد اللي عندي اقل من اسبوع. لا انا كنسولو تناقشت البارح. لا اكمل لك الفكره. انا بحالك وبحال انت بحالك كاعلامي، ولكن بحال الوداديين اللي كنا كنسمعوا بزاف ديال لي مونطون هنا وهناك، جا كذا غيخلي الوداد بالملايير كذا وصيفطوه، غتخليو الوداد غيمشي ملف النزاعات وكذا، واحد النهار غنتفاجئوا بشي قيمه ماليه غرامات وكذا اللي خصنا نخلصوا ليه. ولكن البارح هذه كانت كلها تبينات بانها كانت كلها ترويجا لبزاف المغالطات. انا ملي سمعت المونطون باش تفسخ مع العقد، زعما انا صراحه فرحت للوداد، ماشي على المستوى التقني ما عرفتش، المهم كيتحمل المسؤوليه المدرب، ولكن فرحت لان الطريقه باش مشى ما تحملتش فيها الوداد زعما الكثير. كاع داكشي اللي كان كيتقال
ما في الاخر مشى غادي نقول لك مثلا، ما عرفتش واش عندي الحق نقولها ولا لا، ولكن لا عادي. عندي 90,000 درهم، 9 المليون في الاخر اللي خدا كذا، كان واخد قيمه باش جا نهار الاول واقيلا ديال 1 مليون دو درهم، وفي الاخر خدا 9 المليون باش فضيتي معاه. دونك شي حاجه اللي ما اللي كنا كنسمعوا حنا خصو 500 خصو 800 خصو مليار. هذا هو اللي هضرنا على ايجابيه التواصل. البارح كان واحد اللقاء عفوي في اطار عائلي اخوي، جميع الاسئله اللي سولوها المنخرطين تمت الاجابه عليها بوضوح، لدرجه اننا وقع فينا واحد شويه حتى لوحده الصباح وقع الملل كيتعاودوا نفس الاسئله، ولكن ابان الرئيس والمكتب المسير والمنخرطين على انهم ما بغاو يخرجوا من هذاك الاجتماع الا بخلاصه ديال اي حاجه خاصه الاجابه ديالها، لدرجه قلت لك ان كانوا تكرار ديال الاسئله وكانت نفس الاجوبه بصدر رحب. دونك هذا الشيء كيف ما باش ما نبخسوش الناس الاشياء ديالها، كتكون سلبيات وايجابيات. ايجابيه التواصل البارح وايجابيه هذاك اللقاء العائلي بين الاخوه. نعم. خرجنا بهذا الشيء هذا وباخبار صحيحه. وانا بصفتي الان الناطقه الرسميه لنادي الوداد، انا كنمشي في نفس الطرح وكنقول بان نيونغ ما خلاش الوداد ملفا زعما ثقيلا من بعد رحيله. عزيز تفضل اسكت. استاذ طلال، السلام عليكم. معك فؤاد مسكوت، لاباس عليك؟ انا وجد راسي يا خويا فؤاد. لا سي طلال. انا كنت شاد واحد الورقه في يدي وسولني السي العلوي، قال لي شتك بحال ناقل شي حاجه بحال غادي دوز امتحان. قلت له ودي لا، قلت لي ثبت عندي رقم 13 في هذه الورقه، 13 مخرج من المخرجات ديال الاجتماع، ودايرين لي انتم كوداد خلاصات رقم 1 2 3 حتى 13. تفضل. يعني هاد الخلاصات حنا اللي كيهمنا في القضيه التواصليه هو جماهير الوداد اللي عزيزه علينا كاملين، وانتم عائله وحنا ابناء هاد العائله ديال الوداد وديال الرجاء وديال كره القدم وديال الجوده فين كتكون. هاد العمليه التواصليه بعدا كنسجل لها نقطه اولى بعدا العوده ديالكم الله يوفقكم. ثانيا انها كانت شافيه بالاجابه على كثير من الاسئله اللي كتمثل انتظارات الوداد. اليوم في هذه الشفافيه ملي كنتكلموا على الرقم ديال 179 مليون، تكلمت كذلك على اللاعب البرازيلي اللي هي اكبر قيمه ديال الصفقات اللي كانت مليار و500 مليون اللي مازال موجود في الوداد. وتكلمنا على رقم اخر ديال المديونيه اللي مقدره ب7 ديال المليار. يعني 7 المليار هو التقديرات ديالكم في النقطه 4 اللي عندي انا 7 مليار، يعني 15 ملف رياضي والبقيه تجاريه. يعني هذا الرقم ماشي سهل كبير. ثم الرقم ديال ايتمنى انه كيسلف الوداد 2 ديال المليار اضافه الى استعلام العام 2.7. 2.7. انا لا يزيد اكثر مني كتفوت المليار راه وليتي غادي مني ولينا في الرقم كبير. ثم 300 مليون اللي كانت كيروج بانها هبه، تاكد البارح انها حتى هي 300 مليون سنتيم ديال السي اس ال، والله يجازيه بخير 300 مليون سلف. يعني وسط هذه الارقام هذه دابا السؤال اللي عندي انا، خاصه انكم كتميلوا للشفافيه والحكامه، هذا السلف اللي فاجئ كثير من الناس. حنا كنعرفوا ان كاينه واحد اللجنه ديال المراقبه الماليه واللي هي طيحات بوردو الى الكاتريام ديفيزيون، منعات برشلونه هي نفسها لجنه المراقبه الماليه، منعات برشلونه من انتداب واحد اللاعب في اخر لحظات الانتدابات. واش نتوما سلكتوا المسلك ديال مثلا لجنه المراقبه الماليه في الجامعه تخبرات بهذه السلفه ديال السي ايتمنى الله يجازيه بخير لانه رقم مهم؟ واش تخبروا الاستناد ديال الطريقه، لان باش ما يبقاش داك نوقعوا امام ديك الفوضى ناس كثار سلفوا بصح سلفه صحيحه وما داروش الاستناد القانوني والاستناد المسطري، وفي الاخر ولينا امام القال والقيل. واش هذه المسالك الاداريه في فريق كبير من حجم الوداد ان لجنه المراقبه الماليه تخبرات وان المكتب المديري انه دار محضر ديال الاقرار بهذا السلف، لان الاقرار بالخبر حنا ما يفاجئناش هذا الشيء. حنا عارفين ايتمنى ما جاي الا باش يتجاوب مع ديك المطامح ديال الجماهير الوداديه اللي دارت فيه الثقه، وانه غيكون سخي في هذا التوجه هذا ديال سد الازمات عبر السلفه وعبر مبادرات بهذا الشكل. اكيد سي مسكوت. تكملتي؟
لا باقي لا نخليك دابا لان باقي عندي امور اخرى. الا بقى الحيز الزمني كيسمح نعاودوا نرجعوا. تفضل السي طارق. اكيد هذه المحاضر كيحرص المكتب المسير لنادي الوداد انه كلها تمت في دون لو بون سونس، وكلها دارت في حسب الجداول القانونيه وحسب ما يحتمه علينا النظام والسير ديال كيفاش كتبغي العصبه الاحترافيه والجامعه الملكيه كجهاز وصي، كيفاش كتبغي الفرق الاحترافيه انها تمشي. ولكن من بين الحوايج اللي تكلم على السيد الرئيس في معرض حديثه البارح، واللي عاوتاني غنقول بان انا فرحت ليه كودادي، هو ان تكلم على ان مساله ديال انه القائر كنطلب الفرج والخروج من الازمه ديالو باذن الله تعالى. الاخ ديالنا والصديق ديالنا السي سعيد الناصري في القريب العاجل انه لقى، ولو انني جزء من الماضي اللي كنتكلم معك دابا، انا كنت كنشتغل في نفس المكتب المسير، لقى وهذه لم تكن تخفى على احد هذه المساله. يعني ان الوضعيه كانت في حقيقه وضعيه ديال العجز كبير في الوداد، ولكن تعهد امام المنخرطين لانهم قال لهم واش انا عمرني خرجت شكيت عليكم، واش عمر شي لاعب خرج قال لكم انا ما مخلصش. انا ملي كتجيني شي حاجه عندها علاقه بالسير ديال الفتره ديال سعيد الناصري كنخلص بدون ان اشتكي وبدون ما كنوصل. بيان سور غادي ما كاينش اللي غادي يعطي فلوس بلا على مستوى على شكل هبه هكذاك، غيدير المسائل القانونيه ديالو، غيدير المحاضر ديالو بانه كيتسال الوداد، وهو يشكر في هذه القضيه هذه، لانه تعهد بانه كيخلص كل حاجه ويتعهد بها دون الاطراء اي المسائل ولا ضوضاء ولا كذا، وشوف اش خلاو لينا وشوف اش داروا لينا وشوف اش كذا. هو ينظر الى المستقبل بعين تفاؤليه وكيشوف كيقول دابا حنا في هذه الوضعيه الراهنه، لان لو قال هذا الكلام غيقولوا له انت كنتي مقرب وكنت صديق مقرب وكنت تعلم ماذا يجري في الوداد وشنو كيتسال الوداد وشنو كذا. دونك كيف ما دار ماشي هي هذيك، ولكن نظرا لصداقته ولوفائه لصداقه الرئيس السابق، لا السي مجيد البرناكي ولا السي سعيد الناصري فرج الله كربته، انه تعهد بان حتى شي حاجه ما يمكن لها ان ترجع ولا يدخل في شنآن ولا يقول علاش هذه دارت بحال هكذا ولا ما كانش خصهم يديروا هكذا. تعهد بانه يؤدي كل حاجه خدمه لصوره الوداد العامه، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الافريقي. دونك هذه نقطه تحسب له، انه ما عمره تشكى، ما عمره خرج. لان البارح تحدى بعض الناس اللي قال لهم مثلا اعطيوني شي دابا اوني اجور في لي سالير، اوني اجور في لا بروميير ترونش ديال لا سيناتور اللاعبين، بحال راه بالكره في المسائل التقنيه. دونك قال بان المكتب المسير دير العمل ديالو دون لو بون سونس اللي خصو يمشي فيه. هذه المسائل اللي تحدثي عليها، هذه الارقام الكبيره اللي تكلمتي عليها السي فؤاد مسكوت، بالفعل ما غيكونش ترويجا لكلام مغلوط، لان راه الجمع العام قريب. هذا الشيء اللي قال اللي تقال شفويا غيقولوا عطيه لنا كتابيا على المستوى التقارير الماليه. كنتمنى من الله تعالى. سي طلال انا تكلمت غير على مسطريا، اما من ناحيه الارقام هي صحيحه، والاسره ديال الوداد المنخرطين هي اسره مستقله بذاتها، وكان الاقرار الامس الاقرار بالارقام. فتحتي لي الشهيه في واحد النقطه ديال سعيد الناصري، حيث تم التطرق كذلك للشركه الرياضيه. واش ما كيبانش لك باللي انت صديق ديال الناصري الله يفك الكرب ديالو، وكذلك يتمنى لانه كان وافد على الوداد عن طريق الناصري باش تكون مفاوضات، لان الانسان ملي كيكون في المؤسسه السجنيه كيكون تفاوض معاه باش كيكون التنازل على ذاك المنصب ديال رئاسه اللجنه، باش يفك الله هذيك الازمه ديال العلاقه بين الجمعيه والشركه، باش يتم تفعيل الاليه ديال الاداء ديال المهمه اللي فيها. وما نظنش الناصري يكون وصل عنده شي حد فيكم ولا عن طريق محامي الوداد انه غيرفض. لا ما كاينش الرفض، ولكن قانونيا انا لست برجل قانون، ولكن ملي كيكون الانسان باقي ما تحكمش، باقي في هذه الوضعيه اللي فيها السي سعيد الناصري، كيكون مجرد من الحقوق المدنيه. دونك ما عنده الحق لا يسيني لا ليغالي. هذه اضافه اخرى فقهتينا فيها. ممتاز. فهمتي، ما عنده الحق لا يشري ولا كيكون مجرد من جميع حقوقه المدنيه. مباشره بعد كنتمنى يكون حكم اللي غادي نفرحوا ليه كاملين حنا كوداديين وكمتعاطفين مع هذاك السيد.
كنتمنى من الله ان ديك الساعه مباشره بعد صدور الحكم كاينه مساطر قانونيه اللي غيلجا لها المكتب المسير للوداد، لان اكبر متضرر الان من هذه المساله هو المكتب المديري نفسه، لانه بغى يدوز المسائل السيريه عن طريق الشركه كما تترجاه الاجهزه المنظمه للعبه. لا، 270 مليون ديال المرتبات ديال اللاعبين والموظفين هذه كدوز كل شهر، ما كاينش فيها اشكال ياك. هذا رقم اعلنتوا عليه البارح، 270 مليون شهريا. لا، كدوز قانونيا، كدوز بدون تاخر حسب المساطر القانونيه. هذه كتله الاجور اللي كان مطالب المكتب انه يؤديها في كل شهر. قال لك راه اجور عزيز، ما بين الاجور السي طلال قال لك اجور. انا بغيت نعرف السي مسكوت منين جاب هذه المعلومات كلها لانها دقيقه. ولا ما عندناش مصادر ولا متعدده، وحنا عندنا منخرطين راه كنحبوهم وكيحبونا، عندنا كذا ودون ان نذكر اسمهم. انت الا تكلمتي معنا شي نهار وعطفتي علينا بسخاء بشي معلومه، راه المجالس امانات. للامانه هذه المعلومات توفر في جميع الصفحات. اكيد صدرجك ملي كتقولها في الراديو دابا راه خليتيها امانه. وراه امانه والله ما نذكر المصدر ديالي وقد تكون بعد. لا راه شوف هذيك المعلومات كلها من البارح وهي متواجده في الصفحات. دابا هو عطاني بان عندي بان عندي السبق، وانت مشيتي كتقول لي متواجده. انا راه كلنا مطلعنا عليها باش المستمعين. دابا شنو المشكل في المنافسه ديالك معايا؟ انا دابا السي طلال اقر علي بان عندي انا. عندك بوحدك اسيدي، عندك بوحدك. لا سيدي عندكم بوحدكم كاملين. السي عبد الحق السوادي تفضل. السي طلال لاباس وجمعه مباركه. الله يبارك فيك السي السوادي، عينا عليك اخويا. خويا انا غادي نمشي لك على توسكي الشيف خويا نبعد منه. انا غادي نمشي معك نرجع ما هو تقني. كنظن بان اول حاجه كنشكركم على الحكامه اللي خديتوا بها لا كرياسيون ديال هذا السيلول تكنيك، وعلى راس السي حسن بن عبيشه ودي زونسيان جوور هنا. كنظن بان هذه الخليه هذه في حد ذاتها هي من اجل تقليص ذاك الهامش ديال الخطا من ناحيه الانتدابات. غير بغيت نورمالمون هذا لو ريكروتمون يكون دو كونسير افيك لونترينور. ضروري تشاور مع المدرب لانه هو اللي كيعرف فين كاين مكامن الخصاص. دون سوكا غيكون واحد التشاور بين هذه اللجنه هذه والمدرب. اكيد وهذا الشيء اللي علاش دارت انه غادي يكونوا جلسات اللي غتجمع ما بين الاداره التقنيه اللي هي على راسها السي حسن بن عبيشه والمدرب بيان سور باش يكون توافق، لان كانوا بعض الفرق الوطنيه اللي سبقونا لهذه التجربه وما نجحاتش، لان في الاخر ولا التخوين ولا كذا ولا هذا راه مشى مع هذا لانه باغي كذا. حنا في الوداد عندنا الثقه الكامله في هذه اللجنه انها. ولكن السي طلال اسمح لي غير تفاديا لهذا القيل والقال اللي كيف كنقول لهم حنا لي راكو نورمالمون ملي كتكون الشفافيه كيكون ان بي في اللي كيسنيو كاع الاخوان على اساس بان كان اتفاق واجماع على هذا لو ريكروتمون على هذا. هنا كنتفاداو كل شيء. شفتي في بعض المرات سي السوادي واش هذاك اللجنه واش هذوك الناس اللاعبين السابقين انا قلت لك بالتاريخ ديالهم الكبير والطويل والحب ديالهم للوداد انه واش غيقبل لك لانها مسؤوليه جسيمه. لان هذه المسؤوليه هذه اللي فهمتي الا كان شي مكتب اللي عنده نيه مبيته راه غيبدا يمسح فيهم اللي داكشي اللي ما بغاش يتحسب عليه. حنا ما عندناش هذا الشيء في الوداد. حنا بالعكس هذوك لي بي في بيان سور راه توسكي اللي غادي التوثيق هو القلم هو اللي كيوثق. أن إما بالقلم إما خروج تصريح يكونوا تصاريح رسمية، إما عن طريقي أنا مكانات رسمية، إما الصفحة الرسمية، إما المدرب نفسه أو لا هذاك رئيس اللجنة التقنية. ما بغيناش نحملوهم ما لا يمكن تحملوه. كنتمنوا من الله تعالى حنا نسهلوا عليهم باش ماشي حنا بغينا نجيبوا داو نلبسوا فيهم هذا الشيء باش نهار هذاك اللعاب ما يصدقش نقولوا ماشي انا كمسير فلان اللي جابوا. لا، هذه مسؤوليه كلها عندنا من الشجاعه حتى حنا نتحملوا معاهم المسؤوليه. هذاك اللاعب كنتحملوا غير احنا المفروض فينا اننا كنفهموا في الاداره وفي التسيير، ما كنفهموش في التقنيه، ولو اننا عندنا شويه ديال كنفهموا في الكره. ولكن لا، هذاك السيد اللي عنده تكوين ولعب الكره وعنده دبلومات اللي كتاهلوا هو اللي يشترك معنا بقرارات تشاركيه اننا ناخذوا. وكنتمنوا من الله تعالى ان هذوك اللي غيأشروا عليهم كلهم ينجحوا. نعم. وواحد النهار الجمهور الودادي يقول الله يرحم لهم الوالدين هما اللي جابوا لنا اللاعبين بالعين ديالهم الثاقبه. سي محمد طلال اكيد لقاء
وما نقولوش سابقه، ولكن مولفنا السنوات الاخيره هذه اللقاءات مع المنخرطين اللي الان تيحسوا بانهم عندهم دور، كيطلعوا بواحد الدور في فريق الوداد، في مؤسسه فريق الوداد الرياضي. واش هذا الاجتماع هذا حددتوا ليه يعني واحد لي غادي تبقاو تلاقاو كل مره، ولا اكزاكتوم باش خرجتوا بهذه النقطه هذه؟ اكيد وجات منهم هما كمقترح حتى من سال الاجتماع المطول، طالبنا جميعا باش تكون واحد الصوره تذكاريه، وقالوا دابا ما يمكنش هذا يكون اخر اجتماع. شنو غادي نديروا؟ درنا بار تريمستر، مره في 3 شهور كيكون هاد الاجتماعات اللي يكون. وكنتمناو كيف ما تلاقينا دابا في هذه الوضعيه الراهنه وهاد ازمه النتائج، كنتمناو من 3 شهور نتلاقاو حنا ناشطين ومعانقين، والوداد في المراتب الاولى كما عود الجماهير. دونك سي محمد 3 شهور باذن الله. سي محمد، بغيت نسولك على محلل الاداء. كاين محلل الاداء في الوداد؟ ما كاين مشكل؟ كاين محلل الاداء في الوداد. يمكن انا قلت لك راه كيف ما هضرنا على المسائل التسييريه. عقول لي لا سي محمد عقول لي هذه ما فيها والو. خصني نجي عندك الضرب وعزه باش نقول لك. الله يلعب عربك بالله. ولكن سي طلال المصداقيه والشفافيه. يلا سي طلال. تيكون الاربيط عطانا ذاك البينالتي الاخر اللي في الاخر بان بانه في حقا كون استكزاز، بان بانه ماشي بينالتي فيه ما فيه، ولكن كون ماركين هذاك البيت ولينا 2-1 مع الماتش، وسال الماتش 2-1 والوداد 3-1. ما كنتيش غتهضر لا على محلل الاداء ولا غنكونوا كنتكلموا اليوم، وربما لم نكن نجتمع. ربما ضرت الدفاع. سي طلال الوضعيه الراهنه داكشي اللي خاص الوداد تكون على يقين. السي فتاح العلوي وانا كنقولها واتعاهد ان شاء الله يا رب الجمهور الودادي، ما عمرني روجت الكلام غير باش نكذب ولا كذا. انا كنقول بان داكشي اللي خاص اداره الوداد ديرو غيدار بحذافيره باذن الله تعالى. الى المدرب خصنا نعلقوا شي لعابه. اسمح محمد، خصنا نعلقوا شي لعابه ما نجيبوا في هذا الميركاتو هذا في السوق. هذه اشكاليه كبيره. راه عرفتي ما خاصش تعاود نفس الغلط اللي كان بدايه الموسم. وهذا الشيء علاش دارت لا سيلول دو ريكروتمون. شوف ما نقولوش غلط. واش حنا كلنا كودادين نهار سمعنا راه نيونغ ديال الميلان وديال كذا، واش كان شي واحد كيشكك في المقدوره ديالو؟ وربما نيونغ دابا غيمشي لشي فريق اخر ويماركي ونقولوا ما كناش خصنا الكره ديالها بحال هكا. وقعت مع لاعبين اخرين عادي. سي طلال ودابا بن شرقي راه مشى للعراق ماركا جبيوت. انا مع راسي كنشوف فيديو ونقول حتى شو هاد بن شرقي كنا شديناه، ولكن ورا داز 3 ايام نسمع راه فسخ معاه. سي طلال الكره نعم سيدي. عندي سؤال اخير الله يحفظك. يكمل الورقه. انت في المؤسسه. لا كندوي براسي. انا ما عمرنيش ديت ورقه في حياتي انا كاع. غمض لي عيني الكاميرا كتحاسب حيد الورقه. انا نتكلم معك باللغه العربيه السلسه كاع باش ما تقولش جايبه لي انا ماشي ديال سيباوي. ما كنت لا في قهوه البلاويه ولا في قهوه الحمراء. انا غادي نمشي معك. يلا تفضل سي طلال. مرحبا. حنا كنبحثوا على مؤسسه ديال الرئيس، وفي ذات الوقت مؤسسة الناطق الرسمي أنها تكون فاعلة، لأن هي الجواب على الشارع. والوداديين من بين الحوايج، من بين العوامل اللي خلاهم يختاروا يتمنى على الكاريزما ديال التواصل، أنه كيستطيع بأنه كيخرج بطريقة فطرية، بطريقة شجاعة، كيهضر كيخرج داكشي اللي في قلبه. البارح ما يؤاب على الاجتماع ديال البارح أنه اتخذ واحد القرار عدم التواصل ديال سميتو والتصريحات ديال يتمنى في هذه المده اللي جايه. يمكن في هذه 3 شهور تتلاقاو الاجتماع الجاي. ابتعادي بعد شويه. ابتعاد لا بلاتي. دابا واش هذا ما كيظنش انا بعدا نعطي 2 مليار ونكون مسك عليا الله في الترتيب المادي والاجتماعي، وهذا ما يمكنش نسكت. انا خصني نهضر. اذا اتكلم واسمع، ماشي اتكلم واش حنا كنا باغيين الرؤساء يتكلموا، ماشي يتوارون وراء الحيطان وراء سميتو ويبانوا في الواجهه باش يكون عندهم الشجاعه باش يجاوبوا الوقت اللي خصهم يجاوبوا. وهذا لا يتداخل مع مؤسسه الناطق الرسمي، لان الرئيس بالكاريزما ديال التواصل هو شيء ايجابي. علاش الذهاب في هذا المبدا ديال صافي خصك تبقى ساكت مالو ما يعرفش يهضر، ما يعرفش يتكلم؟ كاع الخرجات اللي كان خارج راه هذيك هي الطبيعه ديال يتمنى، ماشي جاب شي حاجه مختبئه، راه كانوا عارفينه. الا كثرتي من الهضره كتخرج عليك.
بزاف عاوتاني ليكسي. شوف كل شيء زياده خيبه. ولكن اللي خصو يقول لي الزياده يكون رجل حكيم، ويكون راجل عنده التحليل ديال السلوك، ويكون يفهم في اللغه، ماشي كيقلب عليا. اللي كيقلب عليا راه خندوي كيما دويت. لا هاد المنخرطين ما فيهمش واحد حكيم، ما فيهمش واحد لا انت باغي تخلطني مع المنخرطين ما تقدرش. راه هما اللي قالوا لي انا دابا بعد على انا راه ودادي دابا هما اللي قالوا لي بعد على التواصل. ما كتشوفش انا سئيت منك كثر التواصل. كيقول لك الفرنسيين لا كومونيكاسيون دوبل ترونشون، الا كثرتي منها موس فيه يذبحك من هنا ويذبحك من هنا الا كثرتي منها. دابا بلاتي نخرجوا من التوريط اللي دار لنا معيد البرنامج ونرجعوا لعند سي طلال الوداد. خليه راه ما بقاش عندنا الوقت، خاصنا نسمعوه هو ونرجع عندك. تفضل سي محمد بخصوص هذه النقطه ديال ان المنخرطين طلبوا من الرئيس انه يبعد على نعم السي طلال. نعم السي طلال. انا ندير بلاصتي في بلاصه الرئيس. دابا الرئيس ملي تواصل بزاف وخرج بزاف كيقولوا عييتينا وتخبى شويه وما تكلمش. ما كاينش كنتكلم عليك انت كاعلامي اللي من حقك انك تطالب بان الرئيس يخرج، ولكن انا كنهضر على وداديين ومنخرطين اللي عندهم الصفه ديال الانخراط وديال كذا، لانهم طالبوا انه يتوارى شويه على الانظار ويدير العمل ديالو كيف ما تعود على ذلك الوداديين في تعاملهم وخروج الرؤساء عليهم في المواقع وفي الاعلام. وإلا تخبى لا علاش تخبيتي. دونك انا كنقول لك بان ماشي فيها شويه الحجره الاستاذ طلال بحال الحجر لا على رئيس القرار الشخصي ديالو. انا ما نقدرش نتكلم في مكانه، ولكن نزولا عند رغبه بزاف الناس اللي طالبوه بتعيين ناطق رسمي وعينه. دونك ما هذه ما نهضروش عليها كاع، فرحانين الناطق الرسمي هذا طلال. شوف حنا راك كتعجبنا وفي المستوى. الله يودي الله يودي. بارك الله فيك. بالنسبه لنا حنايا هو كنحترموا القرار ديالو، انه البارح في حقيقه حتى الظروف ما سمحت لك. خرجنا مع الوحده ونص الليل، عرفتي راه واحد البرد ديال 7 دوغري في هذاك الوقت. فين غتوقف فين كذا، انه كان قال داكشي اللي خصو يتقال امام المنخرطين ومشى. دونك مساله تحترم. كنتمنوا من الله تعالى انه نهار يخرج في الوقت المناسب باعلان على صفقات، باعلان والفوز بالالقاب على شي حاجه بالالقاب باذن الله تعالى، وكنا غادي نصدقوا ليه. تحيه لك سي طلال. شكرا على التواصل ديالك كما عهدتينا دائما انك تجاوبنا على كاع الاسئله اللي كنعطيوك. داك الشيء اللي تقدر تجاوبنا عليه ما كتقدر تجاوب كتقول لنا ما عندناش معلومات بدون زياده ولا نقصان. شكرا لك في اول خروج لك هذا رسمي تقريبا بعد تعيينك كناطق رسمي لفريق الوداد الرياضي. مستمع